السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حابب أوجه رسالة لممثلنا الفنان باسم ياخور، الممثل اللي بيطلع ببرامج شوفوني مع أحلامي وشو ظريفة ألواني. الحقيقة هذا هو دائما أنا بشوفه يعني بيظهر هيك بمظهر الإنسان القوي المدافع عن العمال والفلاحين وصغار الكسبة. عرف شلون؟ يعني بحسه مناضل ثوري بالمسلسلات طبعا. لكن أنا اليوم حابب أوجه له رسالة، يعني حرصا منا على أنه يضل هي الصورة تمثل في دراما السورية. يا أخي ابتعد عن ماهر صديقك وولي نعمتك. يعني الشغلة ما فيها مزح، يعني ممكن بأي لحظة تروح خرا سمك، وانت بتعرف ايش معنات خرا سمك، لأنه أنت مثلت في مسلسل ضيعة ضايعة وبتعرف أجواء البحر. فخرا السمك يعني لا شيء. فأنت دائما حاول تكون زياراتك قليلة لعند ماهر، وحاول يعني تقلل الاحتكاك، وبعدها يعني مشان ما بلحظة بأي لحظة عرفت شلون تروح يعني بثمن بخس. يعني معلمك ماهر مأمن حاله خيو مليارات بسويسرا، يعني أنت إيش في معك بالنسبة له؟ قروش يعني ما خرج تأمن فيها عائلتك، وما بتعرف يعني الزمن يعني إيش ممكن يخبي لك. اتنين لك يا حبيبي يا باسم، لك هلا أنت لو فيك شوية دم كنت طلعت دافعت عن لونا الشبل. يعني هلا اتهموها بالتجسس وهي عم تعطي الإحداثيات وكذا، لكن اليوم أنا بدي أخبرك إنه هذا قاآني هذا لك حاطينه مدير مكافحة التجسس في إيران، ولك طلع جاسوس للعدو الغاصب. طلع هو عم يعطيه المعلومات من 20 سنة، هو عم يزودهم. عرف شلون؟ وبالأخير اتهمته فيها لونا الشبل، مع انه يعني لونا انا من الطرف الثاني، بس يعني واحد بده يحكي كلمة حق، وانا خوفان عليك. لأن حتى إذا ما مت شيء انفجار مفاجئ عرفت شلون، ممكن يعني يتهموك يلزقوا لك تهمة إنه عم تعطي إحداثيات وما إحداثيات وأنت عرفت شلون. فحرصا منا على مسيرتك الفنية، وعلى نضالاتك الجميلة، وعلى صورتك اللي بتطلع فيها. يعني نحافظ على فنانينا الكبار، يعني نحن عرفت شلون. فأنا حرصا مني على حياتك. لك يا أخي بعد عن معلمك ماهر، الله يرضى عليك. يعني خليك شوي ذكي وبعد، لا لك أي حجة أي كذا أي مرضان، سجل مرض سجل أي شيء عرفت شلون. ولا بقى تفتخر يعني إنه أنت على علاقة معه، وحتى تكبر من وضعك وتهدد زملائك. يعني على الطالع والنازلة عرفت شلون. أنت بتعرف كبار القوم، يعني عرفت شلون ما بتعرف بأي لحظة هذا فزت راح. عرفت شلون يعني ما خرى سمك يعني، وأنت بتروح وراه يعني. فالله يرضى عليك يا سيد باسم. اليوم هيك والله حبيت أوجه لك هاي النصيحة. ما أخذت فيها كان بها، ما أخذت فيها إيش أسوي لك؟ لل 16,000 جهنم. يعطيكم العافية.